السلام عليكم، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اكلتنا النهاردة حلوة قوي، تنفع في العزومات. سريعة مغذية. ما فيهاش دهون كتير. بس في البداية نعمل لايك للفيديو. ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وكومنت بتتفرجوا عليا من انهي بلد، ولو جربتوها تقولي لي احنا جربناها وطلعت معاكم ازاي. بس تابعوني لاخر الفيديو ونشوف ايه المكونات بتاعتنا وايه اكلتنا النهارده. اهو شايفين زي ما انتوا شايفين كده. اكلتنا النهارده صينيه الفريك بالكبد والقوانص، تحفه جدا. زي ما انتوا شايفين الشكل والطعم، بقى مش قادره اقول لكم الريحه. تعالوا نشوف بقى مكوناتنا عملنا ايه. جبنا الكبد والقوانص بتاعتنا وغسلناها كويس، وقطعت القوانص والكبد كده قطع صغيرة. في البداية هنزل في صينية، قصدي في طاسة، بالقوانص في الأول عشان القوانص تاخد سوا عن الكبدة، مع قطعة سمنة بلدي كده. تمام. وأقلب بقى، أشوح كده القوانص بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بعد ما القوانص بتاعتي تتشوح شوية هنزل بالكبد اهو، تكون مغسولة متصفية كويس. تمام كده، ونقلب بقى مع بعض كده. تمام. ونحط معاها عصير ليمون. عصير الليمون بيخليها كده، مش شكل الكبد والقوانص مش اسود، ما بيغيرش يعني، بيفتح لونها. نحط بقى ملح وفلفل وبهارات. تمام. واحط بقى بصلة مفرومة مع فلفل احمر لو عندك، ممكن تستغني عنه. تمام، مع قطعة تومة طبعا. تمام كده. ونقلب بقى الكبد والقوانص بتاعتنا، نشوحها كده لحد ايه ما البصلة ريحتها ايه تروح خالص. تمام. وانزل بقى بعصير الطماطم وكوباية مية، ونسيبها بقى، نقلبها ونسيبها تكمل سواها. تمام كده. كده خلاص خلصنا. يعني الحاجة الصعبة في الصينية ان احنا سوينا الكبد والقوانص بتاعتنا. تمام كده. الفريك بقى عايزة اقول لكم لازم يتغسل كويس جدا ويتصفى، عشان بيبقى فيه ريحة زناخة كده. بعد ما غسلته كده وصفيته، تمام، هنزل بقى في الطاسة بتاعتي على قطعة سمنة كده بلدي مع شوية زيت، واشوح بقى الفريك لحد ايه بقى ايه ما احس ان هو ملوش ريحة خالص. وبعد كده انزل بالكبد والقوانص بتاعتي. تمام. ونقلب برضو، نشوحهم مع بعض لحد ما المكونات بتاعتنا كلها تتجانس. تمام. ده كيس فريك، وده ونص كيلو كبد ونص كيلو قوانص. تمام. الشكل ده كده، اللي عايز يقلل يقلل نص الكمية. تمام. اقلب بقى كده، وحطيت كوباية شوربة. لازم الشوربة تغطي الفريك، عشان طبعا انا هحطه في الفرن يكمل سواه. تمام كده. هو هيشرب طبعا الشوربة دي كلها لما يدخل الفرن. لسه برضو هحط، انا شايفة ان هو محتاج طماطم، فحطيت له ايه مكعب مرق في الاول ومعلقتين عصير طماطم. تمام. ونقلب بقى كده، ونجيب بقى الصينية او البايركس بتاعنا، ونحط فيه الفريك كده، وتكون الفرن بتاعتنا ساخن مسبقا. تمام. واحطها بقى في الفرن تكمل سواها. اذا في الفرن لقيتيها محتاجه شويه شوربه ممكن تحط لها لو ما استوتش. ودي شكلها لما طلعت. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.